السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. حلقة اليوم حول برنامج كامتازيا. إن شاء الله سأحاول أن أشرح لكم برنامج كامتازيا وكذلك كيف تتعاملون معه وما هي الإعدادات أو أفضل الإعدادات للرفع على اليوتيوب. طبعا في حلقة اليوم لن أتطرق إلى تحميل البرنامج وكذلك إلى تثبيته، كون هذه الأمور هي متجاوزة. وكذلك بالنسبة التفعيل، فتفعيل البرنامج هناك تفعيل لمدة 30 يوم، مدة تجريبية بعد تحميل البرنامج من على الرابط الذي يظهر أسفل الشاشة. فقلت بالنسبة للتفعيل هو تفعيل ل 30 يوم. أما فيما يخص تفعيل مدى الحياة فللأسف في مدونة المحترف لا نضع طرق التفعيل الغير قانونية. فلهذا يمكنك سؤال صديق أو البحث في التعليقات حول هذا الموضوع. يمكن أن تجد بعض الإخوان سيساعدونك على تفعيل البرنامج. إذا طبعا بالنسبة للبرنامج بعد تحميله وتثبيته فتظهر أيقونتين. بالنسبة للأيقونة الأولى وهي كامتازيا ريكوردر 8، وبالنسبة للبرنامج الثاني كامتازيا ستوديو 8. بالنسبة للبرنامج الأول كامتازيا ريكوردر 8 هو برنامج من خلاله يمكنك من تسجيل سطح المكتب. طبعا تسجيل سطح المكتب بكامتازيا ريكوردر 8 بسيط جدا. بعد أن تشغل البرنامج انقر على الزر الأحمر وسيشرع البرنامج في تسجيل سطح المكتب. يمكنك كذلك الاختيار ما بين تسجيل الصوتي أو تسجيل كذلك الويب كاميرا مع أثناء تسجيلك لسطح المكتب. نمر إلى شرح كامتازيا ستوديو 8 وهو موضوع اليوم. إذا طبعا بعد تشغيل البرنامج غالبا ستظهر نافذة صغيرة بعد تشغيل البرنامج. قم بنزعها أو بإغلاقها، ثم بعد ذلك يمكنك أن تنقر على Import Media أو فقط انقر بزر الفأر الأيمن على هذا الفراغ بالأبيض، ثم انقر على Import Media، ثم اختر التسجيل الذي سجلته. كما تلاحظ معي هناك كابتشر، فتقوم بتحميل أو الميديا كما تشاهد معي، ثم بعد ذلك تنقر على الميديا على هذا الشكل، تنقر بزر الفأر الأيسر على الميديا، ثم تقوم بإزاحته إلى الأسفل إلى شريط تايم لاين. إذا هذا الشريط يسمى بتايم لاين. طبعا تظهر Editing Dimension. أفضل الإعدادات للرفع على اليوتيوب هي اختيار هذا العرض، 1278 على 720. طبعا ننقر على اوكي. اذا نقوم بازاحه، طبعا هنا فراغ، فنزيح الشرح الى اقصى اليسار. جيد. اذا كما تلاحظ معي فتظهر كذلك الصوره التي نعمل او صوره الكابتشر التي نعمل عليها في شاشه العرض. جيد. اذا اول شيء بالنسبة لبعض الإعدادات المهمة، فلدينا أولا ما يسمى بالزوم. فكما تلاحظ معي فأنا الآن أشاهد سطح المكتب ككل، فيمكن أن أعمل زوم، فأنقر على زوم على هذا الشكل، ثم كما تلاحظ معي هناك بعض النقاط في الجانب، فهذه النقاط تمكنني من عمل زوم. كما تشاهد معي، لاحظ معي حتى في شاشة العرض أنه أستطيع عمل زوم. فمثلا أريد أن أظهر سكان في البرنامج، إذا سأقوم بزوم. كما تلاحظ معي كذلك يمكن عندما أنقر بزر الفأر الأيسر يمكن هذا المربع الصغير أن أقوم بإزاحته في المكان الذي أريد أن أعمل عليه زوم. فكما تشاهد معي الآن أستطيع عمل زوم. إذا سأعمل زوم على سكان. جيد. كما تشاهد معي إذا الآن أنا عملت زوم على سكان، ولاحظ معي عندما سأنقر على بلاي لحظة بالسلامة. كما تشاهد معي فهذا عبارة عن زوم. الآن كما تلاحظ معي فقد قمت بعمل زوم وأعتذر سأقوم ب إذن عمل زوم. انتقلنا من الأعلى، شاهد معي، انتقلنا من الأعلى من نظرة إجمالية إلى إلى زوم. إذا جيد. الآن كيف سأخرج من هذا الزوم؟ نفترض أنني أريد أن أرجع كما كنت، إظهار سطح المكتب ككل. إذا سأنقر مرة أخرى على زوم،
ثم سأذهب إلى هذا المربع الصغير، ثم سأقوم بتوزيع المربع كما تشاهد معي. أقوم بتوزيع المربع مع جميع يعني جنبات الشاشة التي أعمل عليها. وكما تلاحظ معي في أقصى اليمين هون يعني الصورة يعني ترجع كما كانت. والآن لاحظ معي أنني عندما سأنقر على بلاي، إذا زوم إن، أوكي، زوم أوت، زوم إن زوم أوت. جيد، إذا هذا فيما يخص الزوم يعني الزومينج. جيد. الآن فيما يخص الأوديو، فالأوديو كذلك يمكن أن يكون عندك الصوت قليل أو ضعيف، فيمكن أن تنقر على بزر الفأرة الأيمن على الكابتشر، أوكي، ثم تذهب إلى Edit Audio، ثم في Edit Audio يمكنك أن هنا أن ترفع الصوت كما تشاهد معي، أو يمكنك أن تقوم بتخفيض الصوت، حدة الصوت، رفع حدة الصوت، تخفيض حدة الصوت. طبعا كما تلاحظ معي فهناك كذلك تراك 2، فهنا يعني سيستم اوديو، فهنا بالنسبة للصوت الموجود في الأول هو صوت الميكروفون، بالنسبة للصوت الثاني هو صوت الويندوز، مثلا موسيقى في الويندوز أو شيء من هذا القبيل، فهي تسمع في هذا التراك. يمكنك حذفها طبعا، إذا ما نقرت بزر الفأرة الأيمن راه يمكن أن تجد ديليت، كما لاحظت فأنا قمت بحذفها. طبعا في حالة إذا كان عندك ضجيج في الميكروفون يمكن أن تنقر على Enable Noise Removal، فحيث تقوم هذه الخاصية بحذف الضجيج من الميكروفون. جيد. إذا هذه كنقطة. نقطة أخرى هي فيما يخص الكالوتس. الكالوتس هي عبارة عن كل ما له علاقة يعني الأمور التي ستفيدك في الشروحات، في عمل الشروحات، مثلا الأسهم. نفترض أنني أريد أن أضع أسهم، إذا على سبيل المثال سأختار هذا السهم. إذا سأضع هذا السهم كما تلاحظ معي هو يوضع كذلك في شريط التايم لاين. إذا ها هو السهم ده. إذا يمكنني أولا أن أتحكم جميع يعني في الكالوتس، يعني في هذا المكان، يعني يمكن أن أتحكم جميع يعني في إدارة المجسم، يعني تكبيره، تصغيره كما تشاهد معي، ويمكن أن أضعه في المكان الذي أريد في الشرح. مثلا أنا يعني نفترض أن في مكان الزومين أنا أريد أن أشير بالسهم إلى بروتكشن، أوكي، على هذا الشكل كما تلاحظ هنا، فأنا أقوم بإزاحته كما أريد. ثم سأختار بلاي مرة أخرى وستلاحظ معي، أوكي، فهذا فيما يخص الكار. كذلك يمكنك إضافة تكست، فكما يعني تشاهدون معي في حلقات المحترف أضع مثلا الالتحاق بنا على صفحة المحترف، فيمكن أن تنقر على تكست ثم تكتب، عفوا، إذا تكست ثم تكتب ما تريد، www.professional.com. ويمكنك أن تتحكم كذلك في يعني تعمل select all، ثم تختار يعني الحجم، حجم الخط، تكبير حجم الخط، تغيير اللون، يعني كل هذه الأمور يمكن أن تتحكم بها في الكتابة أو في كتابتك. كما قلت فيمكن كذلك التحكم في المجسم كما قمنا بالسهم يعني بالنسبة للكتابة كما تلاحظ معي. ويمكن أن أضيف تكست، كما تشاهد معي. يمكن كذلك أن أخفي بعض، مثلا نفترض أنني لا أريد أن أظهر كلمة مالوير بايت، يمكن أن أنقر على هذا البلور، وأضع البلور فوق المكان الذي أريد أن أقوم بإخفائه. دائما يعني نتحكم في المجسمات عن طريق التايم لاين، في هذا المكان كما تلاحظ معي. ففي هذا المكان أحدد الدقيقة أو الثانية التي أريد أن أظهر فيها المجسم، وكذلك أتحكم في عرض المجسم وطوله من على الشاشة من هنا. طبعا وأنا أتحدث عن الدقائق والثواني، فيمكنك توسيع عدد الدقائق والثواني، أو يعني تنتقل من الدقائق إلى الثواني عن طريق هذه الإضافة، أو عن طريق الزومين. كذلك تقوم بزوم على التايم لاين، فلاحظ معي عندما سأعمل زوم على التايم لاين الآن أصبحت أستطيع أن أتحكم أكثر في الثواني. فمثلا إذا أردت أن أظهر يعني هذا المجسم فقط ما بين الثانية 7 والثانية، أو يعني الثانية 7 والثانية 8، فكما تلاحظ معي أستطيع أن أتحكم أكثر في المجسم. لماذا أستطيع أن أتحكم أكثر؟ لأن الزومين على التايم لاين هو الذي يعطيني هذه الإمكانية كما تشاهد. وسيظهر طبعا المجسم بسرعة.
كما شاهدت معي. هذا فيما يخص كذلك يعني الزومين، وفيما يخص كذلك البلور. الآن ننتقل إلى شيء آخر، وهي إضافة ترانزاكشن. طبعا ترانزيشن، عفوا ترانزيشن يعني تمكنك من الانتقال من فيديو إلى، أو من مشهد إلى مشهد. مثلا نفترض سأكرر نفس المشهد هنا. إذا سأحاول الانتقال طبعا من هذا المشهد، نفترض من هذا المشهد سأحاول الانتقال من هذا المشهد ثم إلى هذا المشهد. أوكي، فكيف ذلك؟ يمكننا، أو حتى لا نقول من هذا نضيف نفس الفيديو، أبحث على فيديو جديد. نضع مثلا، أريد أن أنتقل مثلا إلى هذا الفيديو، يعني من مشهد إلى مشهد. نحذف هذا المشهد. نفترض أنني أريد أن أنتقل من الشرح، يعني مثلا من الشرح إلى الفيديو. أوكي، إلى هذا الفيديو. إذا كيف سأقوم، أو كيف سأقوم بذلك؟ إذا عن طريق ترانزاكشن، حيث ستعطيني هذه الإمكانية. لاحظ معي هناك العديد من المؤثرات، اختار منها ما تشاء. على سبيل المثال سأضيف هذا الترانزاكشن. إذا أعتقد أنني نضيفها بشكل جيد. إذا لاحظ معي الآن كما تشاهد معي، فتم إضافة هذه الترانزيشن. يمكنك أن تختار في أي ترانزيشن كما تشاهد معي الأخرى، يعني على حسب ما تريد. كذلك يعني عندنا الليبراري. فمثلا في الشرح يعني يمكن أن تضيف مقدمة إلى غير ذلك. ففي الليبراري عندنا جميع الأدوات التي يمكنك أن ترفعها في الشرح. مثلا موسيقى، فمثلا موسيقى عندما أكون أشرح أريد أن أضيف موسيقى في الباك جراوند، في الخلفية، فيمكن مثلا أن أضيف فول ساوند. يمكن يعني أقوم بإزاحتها. كل شيء أريد أن أضيفه إلى الفيديو أقوم بإزاحته من التايم لاين، كما تلاحظ معي. فيمكن أن أضيفها في هذا المكان. ثم عندما أشرح في الشرح يعني تسمع موسيقى في الشرح. يمكن كذلك، يعني هناك العديد من الأنماط الموسيقية. يمكن كذلك أن أضيف كذلك كالوتس أخرى جديدة. فمثلا كما تشاهد معي، يعني وأي كالوتس أريد أن أضيفها من الليبراري أقوم بإزاحتها فقط إلى شريط التايم لاين. إذن طبعا بعد الانتهاء من الفيديو أنقر على Produce and Share. ثم بعد ذلك أختار، يعني ما دمت أريد أن أرفع على اليوتيوب. طبعا يمكنك أن ترفع مباشرة على اليوتيوب، ولكن هذا لا أنصح به. فاختر هذا الخيار MP4 with video، لا عفوا MP4 only up to 720p. لماذا؟ لأن أولا تكون الجودة جيدة، ويمكنك الرفع على اليوتيوب بجودة جيدة. أوكي، فيظهر الفيديو يعني يملأ الشاشة. يملأ الشاشة. إضافة إلى أن مساحة الفيديو في 720p تكون مساحة الفيديو كبيرة جدا. فإذا رغبت في تكون مساحة الفيديو قصيرة، فيجب عليك أن تختار يعني up to 400، يعني up to 480p. طبعا بالنسبة للام بي 4 with video player، هذا مثلا إذا كنت سترفع الفيديو على موقعك الخاص وترغب في قارئ للفيديو، يعني سيتم تصدير الفيديو مع قارئ للفيديو، يعني تقوم أنت برفع الكل، يعني الملف بجميع مكوناته إلى موقعك. أما ما دمت أنك سترفع على اليوتيوب، فاختار فقط HDMP only، MP4 only ب 720p، أو كذلك MP4 only up to 480p، إذا كنت ترغب في أن تكون جودة الفيديو نوعا ما
يعني ضعيفة مقارنة مع 720 بي، لأن 720 بي يعطيك ال HD. إذا كان هذا هو شرحي التفصيلي لبرنامج كامستازيا ستوديو. أتمنى إذا كان لديك أي سؤال أن تضيفه، وفي حالة إذا استفدت من هذا الشرح لا تنسى أن تنقر على لايك. وكذلك إذا كانت هذه أول متابعة لك على حلقات راغب أمين، يمكنك متابعتي دائما على صفحة المحترف على الفيسبوك facebook.com/professional. أزيد من نصف مهووس بالتكنولوجيات المعلوميات. يمكن كذلك النقر على زر سبسكرايب إذا كنت تشاهدنا على اليوتيوب، فأزيد من 480 ألف مشترك بقناة المحترف على اليوتيوب. غير ذلك يمكنك الالتحاق كذلك بمدونة المحترف للمزيد من التدوينات الكتابية والأخبار بشكل يومي، فقط على www.tshapprofessional.com. أراكم في الحلقة المقبلة بإذن الله، حلقة غد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.